يا مساء الفل. تعالوا بينا بقى نعمل التورتايه القمر دي، تورتايه اقتصاديه جدا جدا جدا، بدون بيض، بدون لبن، بدون سمنه. حتى الكريم شانتيه بدون لبن. تورتايه صيامي. عايزه اقول لكم مش مكلفه خالص واقتصاديه جدا. تعالوا بينا بقى عشان نشوف احنا عملناها ازاي. يلا لايك وشير ومتابعه للصفحه، ونصلي على النبي في الكومنتات كتير يا جماعه، ونسمي الله كده. يلا بينا عشان نبدأ في وصفتنا. معايا هنا مبدئيا كوباية ونص من المية. تمام، الكوباية اللي هستخدمها في كل المقادير. ومعايا هنا كوباية زي ما انتم شايفينها كده مليانة من السكر، ونص كوباية من الزيت. تمام، مهم جدا الزيت يكون ملوش اي ريحة، ويكون نوع نضيف يا جماعة. تمام، هحط كيسين فانيليا. احنا الكيكاية معانا او التورته اللي احنا هنعملها بدون بيض، فاحنا بنحط الفانيليا كمنكهات بس مش اكتر. تمام، هقلب كل الكلام دوت مع بعض، وهدوب السكر، وهنزل بقى معانا كده بالدقيق. معايا قد ايه دقيق؟ 3 كوبايات من الدقيق. تمام، هنخلهم. مهم جدا برضو ان احنا ننخلهم، تمام، عشان ندخل فيهم الهواء، فالكيكايه معايا تبقى ايه منفوشه كده وحلوه. دي التالتة اهيت، عشان نعرف نعملها من الالف للياء للناس المبتدئه. انا برضو يعني مش قد كده في الطرق، على قد يعني حطيت كيسين بيكنج باودر اي نوع انت تفضليه اهوت، ونخلتهم برضو، وحطيت رشة ملح. وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده لحد ما تندمج مع بعضها كلها. هنا حطيت معلقة كبيرة من الخل. الخل مادة رافعة في الكيكة. ده قوام الكيكة معايا. دي صينية من اللي بتتفتح كده مقاس 28. عايزين تعملوها أقل من كده مفيش مشكلة، مش هتقول لأ. عايزين تعملوها في 26 وتقطعوها تلات قطع، مفيش مشكلة. أنا عملتها في مقاس 28. تمام، قطعت الكيكه دي لقطعتين، عشان التورتين عاملاها 4 ادوار. يعني انا عملت الصينيه دي مرتين اتنين. تمام كده، هخبطها كده كام خبطه وادخلها الفرن درجه حراره 180، وبتاخد بالظبط ساعه كامله في قلب الفرن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط. تمام، ده شكل الكيكايه اهيت بعد ما بردت معايا، ما شاء الله منفوشه جدا، وهتشوفوا المسام بتاعتها دلوقتي وانا بقطعها. حلو كده. انا كان عندي ربع كيلو كريم شانتيه دوت، يعني جايباه وسايباه عندي، فقلت اما نخوله برضو يعني علشان ايه لو في اي تكتلات تفك معايا. تمام، تمام كده زي الفل. حطيت عليه في البدايه كده على الربع كيلو كريم شانتيه حطيت عليه في البدايه نص كوبايه ميه. تمام، نقدر لو مش عايزين نعملها صيامي نقدر نبدل الميه بلبن، مفيش مشكلة. ونقدر نحط عليها كمان قشطة، نقدر نحط عليها لبن بودر، زي ما تحبوا. بس لكن انا عامله التورتيه بتاعتي هنا صيامي عشان الناس اللي عايزه تورته صيامي. تمام، فصلت المضرب ورحت جايه مزوده كمان ميه، يعني اخدت من الربع كيلو كريم شانتيه اخد مني كوبايه وربع ميه متلجه. تمام، بس نحط بالتدريج عشان انا مش عايزه القوام بتاعه يبقى انسيابي قوي، عشان يبقى ايه كويس معايا كده في التجليس. هنا دي الكيكايه اهيت، قلبتها هنا كده على وشها، وقلبتها على كيس عشان اعرف اقطعها. انا معايا المنشار ده جايباه من عند مستلزمات الحلواني، او ادوات المنزليه، بيتباع عنده مش غالي خالص. تمام، الحاجات دي بتنفع في البيت يا جماعه. لو مش حابين ان انتوا تشتروه بسكينه مشرشره هتقطع معانا مفيش مشكله. الكيكايه دي انا عاملاها في نفس اليوم، انما الكيكايه التانية دي التانية اللي تحتيها ورق الزبده اللي انا لسه ما شلتهوش. تمام، دي عاملاها من بالليل. فشوفوا بقى اللي انا عاملاها من بالليل، لازم الكيكه بتاعت التورته يا جماعه تبات ليله عشان تبقى معانا يعني كويسه واحنا بنشيلها وبنحطها. شوفوا بشيلها بكل سهوله. عايزه اوريكم المسام بتاع الكيكايه من جوه. شوفوا، اللي يشوفها يقول معموله ببيض. تحفه يا جماعه يعني، وعايزه اقول لكم طعمها تحفه، تفرقش حاجه عن اللي فيها بيض ولبن. تمام، واكيد انتوا عارفين بقى انا عامله معاكم على الصفحه كذا نوع كيكه بدون بيض وبدون لبن وبدون سمنه كمان. تمام، هنا معايا شويه ميه بسكر كده هشرب الكيكايه بتاعتي بيها. كان عندي البورده دي، رحت جايه ايه حاطه، قلت هعمل التورتايه عليها. حطيت عليها حته كريم شانتيه كده، ورحت جايه قلب عليها الكيكايه بالشكل ده، وهحط الكريم شانتيه وهروح جايه موزعاه كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ومقطعه طبعا قطع مانجا، انا زي ما انتوا شفتوها في البدايه انا عامله التورتايه بالمانجا. تمام، ممكن برضو نحط على الكريم شانتيه بدل الميه شويه من عصير المانجا.
انا مش عارفه قلت لكم على الكريم شانتيه حطيت فيه فنجان سكر يا جماعه، عشان بس لو كان الكلام خدني ونسيت اقول لكم الكريم شانتيه انا حطيت فيه فنجان سكر يعني يعادل نص كوبايه سكر من اللي انا معايره بيها الكيكات. تمام، من اي مج معانا في قلب البيت نص كوبايه سكر. تمام، حطيت بقى الطبقه التانية كده بالشكل دوت، وهروح جايه منزله عليها الكريم شانتيه، ولو في اي حاجه ايه عايزه تتساوى بسويها عادي مفيش اي مشكله. الكيكه عايزه تدخل من الجنب ده عايزه تدخل من الجنب ده مفيش اي مشكله، نقدر نتحكم فيها بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده. هجيب برضو قطع المانجا واروح جايه موزعها عليها كده. ممكن بقى نستبدل المانجا باي فواكه تانية. ممكن لو هنعملها بالشوكولاته، انا كنت عامله معاكم واحده قبل كده بالشوكولاته لسه منزلها لكم يعني من اسبوعين. كانت تحفه برضو، ومزيناها من بره بالفراوله. دي الطبقه الثالثه اهيت، هشربها كده برضو نفس الحكايه، وهحط الكريم شانتيه وهوزعه بالشكل ده نفس الخطوات اللي فاتت، وهحط عليها قطع المانجا بس كده. وهحط بقى اخر طبقه معايا اهيت، وهحط برضو ايه المحلول بتاعي كده علشان تبقى طريقة تقلها شويه، عشان دي اللي هنجلس بيها وهتبقى واخده التزيين كله. كريم شانتيه كفه التورتيه كلها. بوريكم ان ده طبق اهو اتحط فيه ميه سخنه. برضه اللي معايا دوت يعني بجلس بيه كده. ممكن لو ما عندكيش الآلة دي ممكن تستخدمي ورقة كوتشينة، ممكن تستخدمي فايل اللي هي الجلدة بتاعة الدوسيه او جلدة كشكول تكون ناشفة شوية. عايزة اقول لكم يا جماعة انا مش محترفة في الطرط، يعني انا على قدي، عشان بس ايه يعني مش عايزين تريقة. يا رب بس تنول اعجابكم. ما تنسوش تقولوا لي انت بتتابعوني من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميله، وشكرا جدا على دعواتكم الحلوه ليا. انا ممنونه ليكم جدا، ولكم بالمثل. كل حد دعالي دعوه ولكم بالمثل كلكم يا رب. هنحاول ان احنا نجلسها كده بالراحه، يعني كل الزوايد دي بشيلها برضو، وبروح جايه حاطه الآلة اللي معايا في الميه ماشي، وبنشفها وبروح جايه ايه راجعه تاني عامله الخطوات دي عشان تبقى معايا منتظمه ومتساويه. هو بقى كان ده معايا برضو في ادوات الحلواني دوت، او الادوات بتاع مش غالي خالص الادوات ديت يا جماعه. ده مش فاكره انا كنت جايباها من على جوميا بكام بصراحه، بس كنت جايباها مع شويه حاجات. معاها المشط اللي بيعمل الاشكال الحلوه دي. ما عندكيش المشط دوت اعملي بشوكه، بسني شوكه. تمام. التورتايه دي بقى انا عاملاها لشاهين ده حبيبتي عشان عيد ميلادها. قلت لها لا انا هعمل لك تورتايه بايديا وتشوفي بقى النتيجه، وعايزه رايك بقى وتقولي لي رايك بعد ما اكلتيها. فطبعا عجبتها جدا، وان شاء الله تعجبكم انتوا كمان. جبت بقى هنا مانجا شرايح ورحت جايه مزينه بيها كده، هعملها على شكل ورده. انا برضو ما فصلتش معاكم طريقه التزيين، علشان برضو اللي ايه مش عارف ان هي الورده بتتعمل ازاي يبقى عارف يعني. احنا بنفضل نحط كده الشرايح زي ما احنا شايفين كده. هبقى اصور لكم فيديو برضو وانا بقطع المانجا شرايح رقيقه كده بتتقطع ازاي، عشان فيه ناس كتير طلبوها مني في التعليقات. فانا بصراحه كنت مستعجله، عملت كله في يوم واحد، يعني التورته دي انا مخلصاها في يوم واحد. تزيين وتجليس وعمايل كيك وكله في يوم واحد. كانت طبقه واحده بس اللي كنت عاملاها من بالليل الساعه 12 بالليل كده. تمام كده. هفضل ارصها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انتوا لسه ما حطيتوش اللايك؟ طب انا كده هزعل بقى. حطوا لايك، حطوا لايك ببلاش. تمام. وهاجي عند اخر واحده كده وهروح جايه إيه لفاها على شكل ورده، وواحده تانية من قصتها من الناحيه التانية، وهفضل بقى ايه احط واحده من الناحيه دي وواحده من الناحيه دي لحد ما يديني شكل الورده البلدي كده. تمام. كنت بقى في كيس حلواني كده او كيس ثلاجه البلبله بتاعه الروزيتات دي، وهروح جايه عامله روزيتات كده من حواليها. طبعا نضفت البورده اللي انا حاطه عليها التورتايه، مسحت كل الكريم شانتيه اللي عليها اللي كان يعني ملحوس الدنيا كده مبهدل الدنيا، ورحت جايه عامله عليها روزيتات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكان عندي بونبوني اللي هو الصغير اللي انا قلت لكم عليه من شويه
والله يعني ما مرتبه لها ولا كنت عارفه انا هشكلها اي تشكيل. يعني هي جت مفاجاه بالنسبه لي برضو موضوع التشكيل ده. ما كنتش مظبطه له يعني. تمام. الفكره بتجيلي وانا شغاله. حطيت البونبوني هنا كده على الروزيتات اهو زي ما انتم شايفين كده. الجسم بتاع التورتايه من بره هحط هلزق كده في الكريم شانتيه كام واحده. يعني ابعد شويه واروح جايه حاطه واحده فوق حاطه واحده تحت كده يعني. عشان برضو ندي الشكل الجميل اللي انتوا شفتوه في البدايه ده. وبكده تكون خلصت معايا التورتيه في التشكيل. ويا رب تكون نالت اعجابكم. انا هنا عملت كل الخطوات كلها ورا بعضها، يا دوبك الحاجه الوحيده اللي انا سبتها ترتاح من سخونيه الفرن، عشان ما كانش هينفع ان انا اشتغل فيها وهي سخنه. تمام. وكل حاجه اشتغلت فيها كلها ورا بعضها، يعني لا جلست وحطيت في التلاجة تمسك نفسها وتجمد شويه ولا الكلام ده كله. عملتها كلها على بعضها عشان برضو كلها على بعضها اتاكلت في نفس اليوم. بألف هنا وشفا. كان عيد ميلاد شاهين ده بقى ال16. كل سنه وهي طيبه. لو احنا بقى هنقدمها لحد او هنوديها هدية لحد او هنشتغل بيها ونبيعها، مهم جدا ان احنا نعمل الخطوة دي. نجيب ملمع فواكه من عند بتاع مستلزمات الحلواني، وهنلمع التورتة كده من فوق الفاكهة عشان تبقى تحافظ على الشكل بتاعها والفاكهة ما تتبلش. وده بقى كان هابي بيرثداي تو يو، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.